كانوا متشوقين لمعرفة المزيد عن تاريخ المغرب. هل هناك قصة أخرى؟ بالطبع يا بني. إذا كنت تعرف قصة المرابطين عليك أن تعرف عن الدولة التي جاءت بعدهم، دولة الموحدين. الموحدون؟ من هم وكيف بدأوا؟ بدأت قصة الموحدين في القرن الثاني عشر الميلادي، عندما كانت دولة المرابطين قد ضعفت. ظهر رجل يدعى محمد بن تومرت، وكان عالما ورجل دين قوي الشخصية. وماذا فعل محمد بن تومرت؟ كان يؤمن بإصلاح الدين والمجتمع. دعا الناس إلى التوحيد الحقيقي والابتعاد عن الأخطاء التي رأى أنها انتشرت في عصر المرابطين، وبسبب دعوته أطلق عليه الناس لقب المهدي. وهل كان وحده؟ لا، كان لديه قائد عظيم يدعى عبد المؤمن بن علي، الذي تابع دعوته بعد وفاته. عبد المؤمن كان قائدا عسكريا قويا وذكيا، نجح في تأسيس الدولة الموحدية على أنقاض